راكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير ونلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم غادي نحضر معكم فطائر تركيه يجوا خفاف وبنان، نتمنى تجربوهم. بسم الله نبداو في المقادير. عندي 3 كيسان فرينه، عندي كاس تاع اتاي لبن ولا ياغورت ناتور اللي كان عندكم، عندي 3 ملاعق زيت، عندي مغرف كبيره خميره تاع الخبز، مغرف كبيره سكر والملح والماء دافي على حسب ما تلم لنا العجينه. نجيبوا الصفايه تاعنا، ندخلوا الفرينه هي الاولى باش الفطاير تاعنا يجوا خفاف. 3 كيسان فرينه، عندي هنايا الخميره والسكر، الملح نضيفه مع التالي، نخلط هذا الخليط تاعي، نضيف عليه اللبن، نضيف شويه ماء، ونخلط العجين تاعي مليح. كما راكم تشاهدوا معايا العجين اكثر من ساهل. دروك نضيفوا الملح تاعنا. اللي ما عندهاش البن دير ياغورت ناتور من الاحسن، انا ما كاش عندي عوضته باللبن. نضيفوا الزيت تاعنا، نعجنوا العجين تاعنا بالماء دافي. هاد الفطاير يجوا روعه، والحشو حسب الاختيار. انا غادي نديرها لكم الحشو بالدجاج، تقدروا ديروه بالطون اللي كاين عندكم، بالخضار، باللحم المفروم. الحشو يبقى اختياري، نتوما تختاروا. العجين يجي شويه طريه باش الفطاير تاعنا يجوا خفاف. انا غادي نعجنها شويه ونولي معكم. البنات بعد ما كملت العجين تاعي شوفوا كيفاش يجي طري، صافي ما يتلصقش في اليدين. دروك غادي نخليه يختمر شويه، نوضع فوقه الغطاء الشفاف كيما هكا، وغادي نخليه يختمر ونولي معكم من تحضير الحشو. البنات رجعت معكم باش نوجدوا الحشو تاعنا. دروك الحشو غادي نحتاج، انا كان عندي قطعه صدر دجاج قطعتها الى قطع صغيره، عندي هنايا مايز معلب، عندي ملعقه طماطم مصبره، عندي حبه بصل مفرومه، حبه ثوم، معدنوس، فلفل اسود والملح. بسم الله نبداو. غادي نقليو البصل تاعنا هو والثوم، نخليوهم يتقلاو مليح. بعد ما تقلى لي البصل تاعي مليح غادي نزيد له هذاك صدر الدجاج، نقلي الحشو تاعي مليح حتى يطيب لنا هذاك الدجاج ويتقلى لنا مليح. والحشو كيما قلت لكم الحشو يبقى اختياري، عندكم الدجاج، عندكم اللحم المفروم، بغيتو ديروا خضر مع الطون كيما تبغوا. بعد ما تقلى لنا الدجاج تاعنا غايه غادي نضيف الملح، غادي نضيف الملعقه تاع الطماطم المصبره، فلفل اسود، معدنوس والمايس الذره. نقلي الكل مع بعض. اسفه ولادي عاملين فوضى. نقلي الحشو تاعي غايه، وغادي ندير فوقها بلع ونخليها على نار هاديه حتى لي يطيب لنا الدجاج تاعنا ونولي معكم تكون العجينه تاعنا خمرت غايه. بعد ما خمرت لنا العجينه تاعنا والحشو تاعي راه هنايا واجد، بعد ما طاب درت له جبن طري قطع صغيره. دروك غادي نجبدوا العجين تاعنا، راه خمر لنا غايه. دروك غادي نرشوا شويه فرينه في مكان العمل اللي غادي نخدموا فيه، نزلوا التخمر للعجين، نوضع شويه فرينه، غادي نحط العجينه تاعي وغادي نقطعها الى 6 قطع. نتوما وعلى حسب، انا درت لي باغيت تاعي درتهم كبار، نتوما على حسب كيش راكم باغيينهم ديروهم صغار، باغيين ديروهم كبار. المهم انا غادي نوري لكم الطريقه وانتوما ديروا كيما تحبوا. نقطع العجين تاعي الى 6 قطع، نلويهم كيما راكم تلاحظوا كيما اي عجين مداري تخدموه، ونضعهم في مكان ونخليهم يريحوا. ونبدا بالعجين الاولى دائما اللي خدمتها. دوك تشوفوا الطريقه معايا، نوضع كيما قلت لكم شويه فرينه وغادي نستفهم كامل، وحاولوا ديروهم على شكل واحد، قطعه واحده يعني زعما قد كيما راكم تلاحظوا. اللي صغير اللي كبيره راني نقلع ونزيد في الصغار.
باش يجونا كاع كيف كيف الحبات تاعنا. وهذا الباغيت غادي يجي كيما قلت لكم كبير كيما الخبز. انا هنا راني بديت في الاولى، حست روحي راني نصور وما صورتش معاكم. غادي نحل العجين تاعي الى مستطيل مستطيل، وحاولوا السمك يكون رقيق تاع العجين باش ما تجيكمش معجنه. دوك تلاحظوا معايا كيفاش غادي تجينا. نحل القطعه الى مستطيل كيما راكم تلاحظوا، واستعينوا دائما بالفرينه لخاطش العجين تاعنا راه طري. دروك غادي نحكم الحشو تاعي. شفتوا كي راه رقيق العجين باش ما كيتلوها ما تجيكمش غليظه من تخمر من بعد. دروك نديروا الحشو في الجهه السفليه، وغادي نلوي القطعه تاعي كيما راكم تشوفوا على الشكل. والقطعه الفوقانيه غادي نقطعها بهذا الشكل كي شغل غادي ديروا قريوش، بصح ما تكملوش حتى للتالي تاع العجينه، غير شويه، خلو قد 1 سنتيمتر من الفوق. ونجيب هنايا دروك العجين تاعي ونلويه عادي، ونحاول نغلق العجين تاعي باش ما يتحليش في الكوشه كيما راكم تلاحظوا معايا. ان شاء الله الفكره تكون مفهومه. ونسقدوا لي باغيت تاعنا باش يجونا على شكل واحد كيما راكم تلاحظوا. نحاولوا نسقدوهم. شفتوا الشكل النهائي تاعهم يجوا شابين، ومازال كيزيدوا يطيبوا يزيدوا يولوا شابين. غادي نزيد دروك قطعه معاكم ثانيه بنفس الطريقه اللي درتها معاكم. نحلوا العجين تاعنا على شكل مستطيل، وحاولوا العجين تاعكم ترقوه كيما قلت لكم. ان شاء الله الفكره تكون واضحه عندكم. كيما راكم تلاحظوا مستطيل. ونجيب الحشو تاعي نوضع كميه في اسفل العجين، والفوق العجين غادي نقطعه كيما قلت لكم كيما كي شغل راكم ديروا في القريوش. ونلوي العجين تاعي عادي. ولا شفتوا العجين راه غليظ عاودوا ثاني سقدوه رقوه بهذا الشكل. ولا عندكم تاع البيتزا ديروا بها، انا كانت عندي غير هذه درت بها تاع القريوش. ونلوي العجين تاعنا بهذا الشكل ونحاولوا نسقدوها باش ما يتحللناش الفرن. وانا غادي نكمل كامل الحبات تاعي ونولي معكم. شوفوا البنات كي كملت الحبه تاعي. دروك عندي هنايا حبه بيض صغيره درت لها شويه الاخر فلفله حمراء، وعندي سانوج وعندي جنجلان. النص غادي نديرها بالسانوج والنص بالجنجلان. دروك غادي ندهن الحبات تاعي بالبيض. حاولوا تدهنوهم مليح باش يعطونا لون شباب من يخرجوا من يطيبوا. وانا هنا راني مشعل الفرن تاعي 180 درجه، ما تخلوهمش يخمروا، طيبوهم ديريكت 180. ديروا البلاط تاعكم في الوسط، وكي يطيبوا من تحت شعلوا عليهم من الفوق، وتتحصلوا على اروع فطاير غادي تجربوهم. والشكل شباب يشهي، يقول لك العين تاكل قبل الكرش. دروك غادي ندير النص بالسانوج والنص بالجنجلان وندخلهم يطيبوا. كيما راكم تلاحظوا انا 3 درتهم بالسانوج و3 بالجنجلان، وانتوما على حساب ما بغيتو. ندخلهم الفرن ونولي معاكم في طبق التقديم. ها هما البنات، شوفوا كي خرجوا معنا كي جاو، راهم عادك حاميين هنايا. شوفوا كي طابوا والعجين قطني. ان شاء الله نتمنى تجربوهم وينالوا اعجاب تاعكم. نقسم معكم حبه. شوفوا كي يجوا من الداخل ما يجوش معجنين ويجوا بنان وان شاء الله تجربوهم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم الجديد. واذا سيتوهم ما تنسوش تخلوا لي كومونتير باش نعرف لي سيتوهم ولا لا.